معلش سامحوني لو هطول عليكم. دايما بيجيلي رسائل من اشخاص ذوي قدرات خاصة. آه هم هيعيشوا حياتهم ازاي، احنا هنتجوز ازاي، احنا انا اترفضت. كذا واحد قابلته وحبيته وما اتجوزناش واهلها رفضوني او اهله رفضوني. هقول لكم على حاجه، بما ان انا بنت من ذوي القدرات الخاصه، ودي حاجه انا شايفه انها ما تعبنيش. يعني انا بمشي بمساعده حد، اخويا، مامتي، صديقه مقربه ليا، صديق مقرب ليا. عمري في حياتي ما واجهت شخص وصلنا لطريق نهايه بسبب الموضوع ده، لان انا عمري ما حسيت بالموضوع ده، لان انا ما اخترتوش، هو فرض عليا. ده وضع انا اتحطيت فيه فما ينفعش اتحاسب عليه. خلي عندك وعندك ثقه في نفسك جدا. نور الحته اللي جواك. يعني انا من عندي 15 سنه كنت بدرس تنميه بشريه وعلم نفس وبادي لانجوج لغايه ما بقيت استاذ فيهم. وانا عندي 15 سنه، يعني بقالي 10 سنين تقريبا، 10 سنين بدرس في المجال ده، فانا بقيت شاطره جدا فيه. نورت حته جوايا اول لما درست عشان اتفاهم مع نفسي واتفاهم مع اللي حواليا. طيب، اي شخص بيسيبك عشان حاجه مش في ايدك يبقى هو غيابه وبعده مكسب ليك. وعلى فكرة ممكن تبقى شخص من ذوي القدرات الخاصة وتتساب لأسباب تانية، لأسباب شخص مش جدير بيك، لأسباب شخص عاجبه شكلك، لأسباب شخص فجأة حس إن أنت كتير عليه، إن هو مش قادر يوفيك حقك. دي أسباب والله برضو، يعني في أسباب كتير. لكن أنا والله بعترف إن أنا دخل في حياتي أشخاص يستحقوا الألماس، ولو احنا ما كملناش مع بعض فهم أشخاص، باستثناء اشخاص كانوا نوع انا ما احبش حتى ان اذكره، كانوا وحشين جدا. بس انا كل شخص دخل باب بيتي واترفض فهو كان شخص يستحق الالماس. بس احنا كنت انا في وقت مش مناسب. لكن ما فيش حاجه اسمها انا مش هتجوز. ليه؟ مهم قوي انك وانت بتكبري كده تعرفي انك هتبقي ام. فالام ما ينفعش يشوفوني ضعيفه، ما ينفع. او ماشي ماما احنا هناخد ايديها لو ما خفتش، يعني ان انا بتحسن الحمد لله. بس ماما دي ناجحه في كذا، ماما دي متميزه في كذا، ماما دي قدرت تعمل كذا، ماما وبابا حبوا بعض، ماما وبابا متفاهمين مع بعض، ماما وبابا بيكملوا بعض، ماما وبابا قادرين ان هم يعملوا عيله مع بعض. لكن ما كانش بسبب اشخاص. قابلت اشخاص وحشين على فكره وافترقنا بسبب عدم التزام منهم، او هما مش عايزين مسؤوليه، او هما عايزين يقدم كل حاجه وما ما يقدموش حاجه الا لما يتاكدوا. وتمت الفروق. وانا مش زعلانه خالص، بالعكس انا مبسوطه جدا. انا بحس ان انا بخسر شخص مش مناسب، سعادتي بترجع لي 10 اضعاف. خلي عندكم ثقه في نفسكم اكتر من كده وانتوا قد الدنيا. ربنا يهنيكم.